صباح الجمال، صباح السعادة من بلد السعادة، البلد الجميلة جدا اللي مش ممكن تلاقي زيها في أي حتة في الدنيا. أنا بقول كده مش هزار ومش بس كلام افتخار. الناس بتتهمنا إحنا الإسكندرانية إن إحنا عندنا شيفونية، لا إحنا معذورين يا جماعة، إحنا بنحمل جنسية أجمل بلد في الدنيا، أوكي؟ من كل مكان تروحوا تلاقي فيوهات جميلة جدا. شايفين الشاطئ؟ هقرب لكم الناس اهي. إحنا في جليم باي، منطقة جليم باي، اللسان ده لو تحاول كله الكافيه، بس لسه الشاطئ جليم اهو موجود. تمام، شوفين الفيو من الناحيه دي، حتى لو رحت الناحيه الثانيه طبعا كميه كافيز ومطاعم تحفه جدا جدا جدا، تاخد كل اللي انت عايزه، اشكال مختلفه ومنيوهات مختلفه، حاجه جميله جدا جدا جدا. ده اللي من هناك ده يا جماعه باين اهو، اللي هو الفور سيزون، اللي هو فيه منه الفور سيزون ده 3 في العالم كله تقريبا 4. انا رحت اللي في البهامز، وطبعا ما يجيش حاجه في ده. يعني انا كنت بكلم صحابي قبل ما اسافر اجي اسكندريه بقول لهم انا بجهز وانا مبسوطه جدا وام فيري اكسايتد وهعمل والحاجه دي، يقولوا لي انت مفكره نفسك جايه المالديف، انت جايه بس جايه اسكندريه، بلاش تصوري لاولادك حاجات اكتر من العادي. طبعا هم غلط جدا، مالديفز ايه اللي تتقارن باسكندريه يا جماعه؟ ده احنا نضرب المالديفز 60,000 جزمه. انا رحت كانكون في المكسيك، رحت بونتا كانا اللي فيها الدي ار الدومينيكان ريبابليك، رحت كل شواطئ كل دول البحر الابيض المتوسط، باريس ولندن واسطنبول وبرشلونه وكل الكلام ده كله. مفيش حاجه زي اسكندريه. انا في عندي نسبه كبيره جدا بس هم مش متفاعلين من اخواتنا يعني دول الخليج، حوالي 30%، دي نسبه كبيره جدا جدا. بيتفرجوا بيرجعوا يتفرجوا تاني، هو مش مشتركين في القناه، بس انا عارفه ان كلهم عارفين الكلام ده كويس جدا. اللي منهم بيجي مصر، وطبعا معظمهم بيجي مصر، هو عارف كويس جدا انه هنا جاي ياخد الكواليتي احلى من بتاعه اوروبا باسعار ارخص، وبيحس بنفسه لان الشعب بتاعنا جميل جدا ومضياف وبيحترمهم وبيديله البرستيج بتاعه. بره يا جماعه، بره يا جماعه الناس مش بترتاح خالص ومش بتاخد اي برستيج. فيعني دايما بليز قولوا الكلام ده، قولوا الكلام ده، وقولوا كتر خيركم يا مصريين، احنا بنحب مصر لانها بلد شيك جدا ونظيفه جدا، والناس فيها يعني هاي كواليتي جدا، متعلمين جدا، وحاجه يعني انا مش عارفه ليه الناس ما بتقولش الكلام ده. احنا طبعا احسن بكتير قوي 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 من اماكن تانية. العيشه غاليه بس ده على كل الدنيا، الحياه صعبه في كل الدنيا. مش هتكلم في الفيديو ده على السلبيات اللي انا لقيتها واللي هنتعلم منها ازاي نبقى افضل. خلينا بس النهارده ده فيديو استمتاع، فيديو فخر، فيديو فخر، ومش عيب انك تفتخر وتقول انا لا من عمل الشيطان ولا حاجه. الكلام ده مش موجود ومش صح، مش موجود لا في السيره ولا في السنه ولا في القران. الرسول عليه السلام نفسه كان بيفتخر وبيقول انا النبي ولا كذب، انا ابن عبد المطلب. فانا من موقعي هذا هقول انا اسكندرانيه، انا اسكندرانيه، انا بنت اسكندريه، انا مصريه، بنت اعظم واقدم حضاره في التاريخ. لما كانت الناس قاعده بتلعب في مناخيرها كنا احنا عندنا جاكوزي وعندنا حمامات وعندنا شعب جميل بيحب الجمال ويحب الشياكه، عنده اكسسوارات وبواريك وملابس قيمه جدا. الناس كانت لسه ما سمعتش عن الاندر وير، يعني لما كنا احنا بنلبس حاجات صنادل بالذهب والجلد. anyway افتخر بانك مصري، افتخر بانك اسكندراني، ولما تيجي اسكندريه لو انت محافظه تانية بليز ما تقللش المستوى، سيب المستوى زي ما هو او اطلع بيه لو تقدر، لان اسكندريه من ارقى واشيك الاماكن. لكن انك تيجي بثقافتك الريفيه بليز بليز راعي الجمال. مش لازم تقلع، ما بنقولش الناس تقلع، بنقول الناس تلبس ملابس شيك، ملابس البحر للبحر، ملابس التانية للتانية. ومش كل ده مش محتاج لا فلوس ولا غنى، محتاج بس انك ما تكونش كسلان، انك تحط ديودرون، انك تستحمى، انك تلبس ملابس انيقه، يعني رخيصه جدا. انا يا جماعه جيت لقيت الملابس متوفره وارخص، هيبقى عندك طقم واحد طقمين تغير فيهم، تيشيرت نضيف محترم بيتغسل ويكون مكوي، وبنطلون او شورت مثلا بس بيتغسل ويكون مكوي. انت مش مطلوب منك من اكتر من كده، وتكون شخص راقي. الرقي ملوش دعوه بالغنى، ملوش دعوه بالفلوس. تجري الصبح، تعالى شوف هنا في امريكا هناك التشاينيز والاسبانيش مفيش حد بيعجز ويطلع له كرش يا جماعه، بيبقى ببلاش بيطلع يجري على الشاطئ. فيعني ايه، خلينا بقى نرقى، ده هو ده رقي العالم الاول، ملوش دعوه خالص بالفلوس. حلو كده، استمتعوا، اتبسطوا، عيشوا. انتوا ربنا اداكوا شواطئ مجاني وشواطئ ب5 جنيه. يعني ما نقعدش بقى ايه النيجاتيفيتي دي ونقعد نزن ونقوق ونعيط وحصل وما حصلش. حلو كده، نهاركم زي الفل، وابدأ من حيث انتهى الآخرون. هتوفر وقت وتوفر مجهود، شوفوا الجمال، وتوفر فلوس
نهاركم زي الفل. وانت مش لازم تدخل هنا الكافيه، انت تقعد بره على الشاطئ، ناس قاعده بتبيع ايس كريم وذره وكراسي بلاستيك كده ب 10 جنيه، هتقعد وتستمتع بالمنظر بكل الامكانيات. بس انت ما تبقاش انسان كسول عايز تقعد على الكنبه طول النهار، عايز حد يناولك ازازه الميه وتبقى مقفل كده وغم وترجع تقول الستات نكد. لا بصراحه انا شايفه الستات فرفوشه جدا، الرجاله هي اللي نكد. اطلع امشي اجري اتحرك اتنفس، مش تقعد تاكل لحد ما الاكل يكتم على نفسك يعني. كمان يا جماعه الحاجات دي كلها لازم تتغير. يلا نهاركم زي الفل، باي باي.